اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اهلا بيكم في منوعات هالة الجندي. اتمنى يا رب تكونوا بخير وبصحة وبسعادة. النهاردة هنعمل افكار كتيرة لزينة رمضان هتزيني بيها بيتك وكمان من صنع ايديكي. اول حاجة انا جبت القماش ده عبارة عن تابلوهات هعمل بيها مخدات الانتريه. هتعمليها بطريقة بسيطة وسهلة. الستة دول كانوا ب40 جنيه اهو. 6 صور، 1 2 3 4 5 6. انا جبت طبعا نوع تاني، بس النوع دوت ما لقيتش عند الراجل الا يا دوبك النوع دوت ده جديد بتاع السنه دي. فاخترت النوع التاني برضو صور تابلوهات من السنه اللي فاتت، وهوريكم طبعا هنعمل بيهم ايه. اول حاجه احنا هنقطع اهي 2 من التابلوهات ديت. بصوا دلوقتي خلاص قصيت اهو زي ما انتوا شايفين اهي. بص عملت 2 على بعض اهو ادي واحده، وادي كمان عملت واحده تانية اهي، عشان انا ناقصليش الا مخدتين بس. انا عملت التانيين مخدات وهوريها لكم دلوقتي اهو 2. ودي هعملها تابلوهات. بصوا هيبقى الشكل جميل جدا. طبعا هوريكم تعملوها برضو ازاي اهو. هنبدأ بقى بتخييط المخدتين الاول. على فكرة تقدري تخيطيه على ايديكي، مش محتاجة اصلا مكنة ولا اي حاجة اهي. بصوا اهي هنجيب الاتنين جنب بعض كده اهو وهنخيطها دلوقتي. هنجيب ابرة وخيط. بصوا انا جايبة ابرتين علشان يبقى سهل عليا ان انا اعملها على طول اهو. ماشي، هنروح بقى مخيطينها اهي من هنا. بصوا اهي بصوا طبعا هخيط واجيلكم اهو. دلوقتي حطينا اهي المخده زي ما انتوا شايفين اهي. هنبتدي بقى نخيطها الخياطه المخفيه. بصوا اهي هندخل دي من هنا كده جوه اهي. استنوا ثانيه واحده اهي. وبعد كده هروح عاملينها اهي من هنا اهي. بصوا هدخلها دلوقتي اهي، وهنروح عاملين تاني اهي. بصوا الخياطه كده اهي. بصوا اهي تبقى كده. هنروح بقى مدخلين من العكس كده هنا اهي من جوه هنا. بصوا من جوه بصوا. بعد كده اهوت هتختفي خالص اهي. ندخلها كده من هنا تاني اهي. طبعا هخلصها. بصوا اهي هخلصها وارجع لكم اهي. دلوقتي المخدات خلاص خلصت. طبعا انا هوريكم المخدات كلها بعد ما اخلصها. دلوقتي هنعمل بقى فدي حتتين اهم من التابلوهات. هنعملهم كمفرش حلو جدا. ازاي؟ هنجيب زي ما انتوا شايفين طبعا الفرنشه دي رخيصه جدا. المجموعه الكميه دي كلها تقريبا ب40 جنيه. شفتوا قد ايه؟ هتقدري تعملي بيها مفارش كتير جدا. دلوقتي انا هوريكم ان احنا هنعمله ازاي. اولا هنجيب اهو، هنروح عاملين اهي. بصوا اهي ممكن تلزقيها بمسدس الشمع، بس انا بحب ان انا اخيطه لان مسدس الشمع بيبهدل الدنيا. بصوا اهي هتروحوا جايبين اهي وتروحوا بقى مخيطينها على الحروف اهي. بصوا اهي بصوا اشوفوا اهي. بصوا هيبقى الفرنشه كده اهي. طبعا هكملها واجيلكم اهو. زي ما شفتوا اهو عملته كمان اهو مفرش تابلو. وادي كمان واحده تانية اهي كمان. بصوا الشكل بقى عامل ازاي، جميل جدا. طبعا احنا الحاجات دي هنفرشها باذن الله بعد تنظيف الريسبشن، وهوريكم واحنا بنعلق زينة رمضان باذن الله، بس في فيديو تاني هنوريكم طبعا فكرة تانية كمان. دي دلوقتي ده المفرش هنعمله
على الجزامة اهو، انا قصيته. طبعا هيبقى شكله حلو جدا. هنعمله برضو بالفرنشال، وكمان هنعمل حاجة تانية. بصوا دي الباقي ايه، القماش الخيامية. بصوا اهي، هناخد الايه الجزء ده هنقصه اهي، وهنعمله برضو تابلوه حلو قوي. هقصه لكم واجيلكم. وادي اهي عملنا خلاص اهي. بصوا قصيناها، هنعملها طبعا بالشراشيب هتدي شكل جميل جدا. وده كمان الفانوس اهو، قطعنا الفانوس الاتنين، هنعمله كمان بشكل حلو هتشوفوه دلوقتي. دلوقتي بقى بالستيكر دوت. على فكرة الستيكر ده بتاع رمضان بيتباع الفرخ ده كله ب35 جنيه. بص عملت ايه الصينية بيه اهو. وطبعا هزوق الصينية، بس قبل ما ازوق الصينية هوريكم بقى ايه هنزوق الكوبايات ازاي. بصوا اهي، هنروح بقى ايه جايبين مسدس الشمع اهي اهوت، وايه هنزوق الايه الكوبايه اهي. بصوا اهي، متعملوش الشمع على الكوبايه نفسها لان ايه ممكن تسيح اهي. دي فكره كمان تانية هتقدري بقى ايه تعمليها وتزوقي بيها حاجتك. كمان في مثلا فوانيس اهي، قطعتها برضو من الستيكر اهي. بصوا اهي، هتفتحيها اهي. بصوا اهي، هنحطها كده مثلا على الكوبايه اهي، والتانية اهي نحطها هنا كده مثلا. بصي يبقى شكل الكوبايه عامله ازاي، حلوة قوي يا ماما. هنعمل بقى الصينيه وهوريكم الكوبايات اللي انا عملتها التانيين. اوكي اهي، هنعمل الصينيه هنزوقها اهي. هنجيب كده اهو مسدس الشمع وهنروح ملزقينه اهو. بصوا اهي، طبعا ايه هعملها لكم واجيلكم اهو. زي ما انتوا شايفين الصينيه بقت عامله ازاي اهي، تحفة. وكمان الكوبايات اهي. بصوا احلى طقم. بصوا ايه رايكم. بصوا واو. كمان عملت فوانيس رمضان. انا كنت عامله معاكم فانوس رمضان في فيديو قصير اللي هو ده اهو. ده عملت منه بقى اشكال تانية كتير. نسينه. بص عملت منه اشكال تانية. دلوقتي زي ما انتوا شفتوا ادي احنا عملنا افكار كتير لرمضان. عملنا المخدات ب 3D بطريقه جميله ورقيقه جدا. عملنا كمان مفرش زي ما انتوا شايفين اهو، شفتوا زيناه اهوت بالفرنشات. عملنا كمان مفارش تانية 3D ممكن تحطيها على الانتريه او تحطيها على الترابيزه. عملت فوانيس اشكال تانية جديده بحيث انك انت ان شاء الله هنعلقهم قبل رمضان في الريسبشن. وكمان عملنا صينيه التقديم بطريقه بسيطه وسهله، وكوبايات كمان العصير. وكمان زي ما انتوا شايفين عملنا افكار جديده. انا مجرد بس قلت لكم افكار، انتوا تبدعوا وتزينوا زي ما انتوا عايزين. اتمنى يا رب ان يكون الفيديو نال اعجابكم. لو نال اعجابكم ما تنسوش الاشتراك في القناه وتفعيل الجرس ولايكات كتير وشير كتير جدا عشان ناس تانية تستفاد وتكبر عيلتنا بيكم وليكم. اتمنى نتقابل في فيديو جديد وانتوا في منتهى الصحه ومنتهى السعاده. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. بحبكم.